السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله باذن الله. غادي نحضروا مع بعضياتنا واحد الباكيطات اللي كيجيو مالحين وغزالين بحشوه بسيطه جدا وبعجينه قطنيه كتجي رائعه، نحتاجها في هذا الشهر الكريم ان شاء الله مقبلين على شهر رمضان. تبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر وفرجه ممتعه. هنا البنات عندنا بصيله مشلضه، عندي قبيصه ديال الملحه، عندي العطريه الكمون والتحميره والبزار، عندي هنا كورجيت محكوكه قرع الاخضر، عندي شويه ديال الزيتون مقطع دوائر، وعندي صدر الدجاج. بالنسبه للحم كديروا اللي بغيتو، تقدروا ديروا البنات بلا لحوم، بدون اللحوم، تزيدوا غير الجزر محكوك حتى هوك. هنا في المقلاة درنا شويه زيت الزيتون ودرنا القزبر، نسيت ما قلتوش معكم في المقادير. صافي نبداو نشحروا كلشي المواد ديالنا اللي قلنا في الاول، البصله وصدر الدجاج والكورجيت والتوابل، ومن طبيعه الحال مليحه. صافي نخليو الحشوه ديالنا تبرد كما كتشوفوا في واحد الطبيصيل، وندوزو نحضروا العجين ديالنا اللي غادي نحتاجو ليها معلقه صغيره ديال السكر سنيده ومعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه. هنا عندي كاس ديال الحليب دافي. هاد العجينه البنات صدقوني كتجي رائعه وكتجي قطيه، وكيجيو هاد لي باغيت مالحين رائعين رائعين. عندي هنايا 4 كاس ديال الزيت، زيت المائده، وعندي كاس كذلك ديال العلبه ديال الماء دافي. بالنسبه للماء والحليب راه تيكونوا دافين البنات باش يخليو لينا السكر والخميره تفاعل معانا. صافي كنخلطوهم مزيان مزيان وكنسدوا عليهم واحد 5 دقائق حتى 4 دقائق بين ما تفاعل لينا الخميره والسكر، ونرجعوا نزيدوا الدقيق ديالنا. كما هنا كتلاحظوا راه تفاعلت لينا الخميره ديالنا، ضفنا الملحه على حسب الذوق ونبداو نضيفوا الدقيق تدريجيا. هنايا عبرت 500 غرام، لكن البنات زادت لي اكثر من 500 غرام ديال الدقيق. بالنسبه لهاد المملحات البنات كيجيو خفاف وكيجيو زوينين، كنحتاجهم في حنا مقبلين على الشهر الكريم، كنحتاجهم هكا لمائده الافطار او السحور، علاش لا، كيجيو رائعين وخفاف. وكنحتاجوهم للوليدات المدرسه، كيجيو زوينين البنات، غير جربوهم والله ما تندموا عليهم، يوليو معتمدين عندكم. هنا كنضيف الدقيق تدريجيا البنات كما كتلاحظوا، تنخلط بالخلاط اليدوي. هنا غادي تبدا تقلي العجين وغادي نحيد الخلاط اليدوي وغادي نكمل باليد ديالي. صافي نبقى نضيف الدقيق البنات تجمع لينا العجين، ما تكونش قاصحه ما تكونش مرخوفه بزاف. نتوما غادي تشوفوا القوام ديال العجين كيفاش تيكون، وراه ما كيتعطلوش البنات في التحضير، دغيا كيتحضروا دغيا كيخمروا. سبحان الله العظيم، مع ديك الخميره اللي تفاعلت لينا في الاول دغيا كيخمروا دغيا كيوجدوا. صافي هنا كنضيف الدقيق تدريجيا كما كتشاهدوا البنات. بالنسبه للاخوات المبتدئات كما كتشوفوا راه ما قطعتش من لا فيديو نهائيا، كنخلي الدقيق. صافي شوفوا العجين ديالي كيفاش كتكون كتلصق في اليدين. ضروري البنات ما نخليو العجين ديالنا تلصق في اليدين، ما تكونش جاريه وما تكونش قاصحه. صافي هنا بعد خليت العجين ديالي ارتاحت ليا مزيان مزيان البنات، بعد ما دهنتها بشويه ديال الزيت وغطيتها غطيتها واحد البلاستيك غذائي وخليتها تخمرات تضاعف الحجم ديالها. صافي ونبداو نشكلوا لي باغيت ديالنا، كيجيو رائعين بزاف بزاف البنات. اللي مازال كتفرج حتى لهاد الوقيته في لا فيديو ما تنسانيش من اللايك والبارطاج مع الاهل والاصدقاء، الله يجازيكم بخير. كنبغي نحط لكم البنات بزاف تاع لا فيديوهات، ولكن للاسف ما كاينش التفاعل. مرض تبارك الله، عطا الله ما يتحط، عطا الله. كتعرفوا حنا مقبلين على الشهر الكريم كنحتاجوا بحال هاد المملحات، كنحتاجوا بزاف ديال الحويجات اللي تيكونوا ساهلين بالنسبه للاخوات اللي تيكونوا بالنسبه للاخوات العاملات، لكن للاسف الشديد ما كاينش التفاعل البنات. صافي هنا درت كويرات البنات تقريبا حجم متوسط، حجم صغير ما يكونوش كبار،
ونغطي عليهم على بال ما يرتاحوا معايا واحد 2 دقائق حتى 3 دقائق، باش ملي نكون كنسرحهم يعطوني الطوع. صافي هنا كنرش سطح العمل كما كتشوفوا بالدقيق، وكنسرح الكريات كاملين اللي عندي ونفرق عليهم ديك الحشوه اللي درت باش ما تشيش ليا العجينه بلا حشوه، ما تشيش ليا الحشوه وما تبقاش ليا العجينه. من الافضل نديروا هاد الطريقه. هنايا راه سرحت دوك الكريات، شوفوا كيفاش كنسرحهم على شكل اوفال باش نشكلوا بهم باغيطات. شفتوا البنات العجين ديالنا ملي ارتاحت عطاتنا الطوع، ولات كتسرح معنا بكل سهوله. ممكن نسرحوها غير باليد بلا ما نديرو الدلاك او الحلال. صافي وكنبداو كنجمعوا بهذه الطريقه. هنا درت فيهم خبيزات كيجيو هكا معمرين، وفي نفس الوقت درت فيهم باغيطات. غير وريتكم البنات باللي ان هذا الشكل او هذا العجين راه ممكن تشكلوا فيها بزاف ديال الاشكال. شفتوا البنات كيفاش كنشكلوا الباغيطات؟ كنديروا العجين ديالنا في الوسط، كنسرحوا العجين ديالنا على شكل اوفال صافي، وكنديروا العجين ديالنا في الوسط عفوا الحشوه في الوسط كما كتشوفوا، ونبداو نلصقوا الجوانب. صافي البنات كيتشكلوا معنا لي باغيط. غير جربوهم البنات والله الا كيجيو ساهلين وعمليين ودغيا كيحضروا معانا. صافي هنا بعد ما كملت لي باغيط ديالي كاملين غادي ندهنهم بشويه تاع صفار البيض او بيضه كامله مطربه مع شويه ديال الخل او الحليب. صافي نخليهم تيرتاحوا مره شويه مره اخرى، غير مده ديك 3 دقائق 4 دقائق لانهم مختمرين ومرتاحين. صافي ونبداو هنايا البنات رشيتهم بشويه الزنجلان، ممكن ترشوهم بالبوافو او الخشخاش، ممكن ترشوهم بالحبه السوداء يعني السانوج. صافي وندخلوهم يطيبوا في الفران يكون سخون البنات، ضروري يكون الفران سخون. صافي البنات بعد ما طيبنا لي باغيت ديالنا، شوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجيو رائعين رائعين بزاف. واللي عجبو لا فيديو ما ينسانيش من